حياكم الله مع وصفة جديدة من وصفات برنامج ألف عافية. وصفتنا اليوم راح تكون فيليه السمك. وصفة حلوة خفيفة فيها صوص الليمون، يعني نقدر نقول فيليه السمك مع صوص الليمون. المكونات: أحتاج فيليه سمك، شبنت، زبدة، بصل، ثوم، نشا، طحين. البهارات: فلفل أسود، كزبر بودر، البابريكا. أحتاج الليمون وصبقة الزعفران شوي عشان تعطيني اللون الأصفر، إذا ما تبونها تقدرون تستغنون عنها. في البداية راح أحط في ماعون، أحط النشا، هذا الطحين والنشا. ليش أنا أحط النشا؟ أساس إنه ما يشرب الزيت، السمك ما يشرب الزيت ويعطيني طبقة حلوة كريسبية كذي. راح أخلط المكونات كلها وأحط عليها شوي من البهارات، وأحط عليها الملح، بعدين نسوي الصوص. أساس نسخن الزيت اللي نقلي فيه السمك، خلي الزيت يحتر ويانا. الحين هذا بهار شوية، البصل والثوم، وهذا الفلفل الأسود، وهذا الكزبر. حطيت الفلفل الأسود، نزل هني كل النشا، كمل باقي البهارات، هذه الكزبر، البابريكا، بسم الله، هذه بابريكا، وشوية صبقة، والملح، هم شوية ملح. خلط كل هالمكونات، جربوها وايد حلوة وريحتها حلوة. نفس الشيء اللي سويناه هني راح نسويه بالسمك. شوية كزبر، شوية فلفل أسود، هذا بهار البصل والثوم، راح أرش عليها شوية ملح. ليش أحط بيدي؟ عشان أقدر أتحكم في التوزيع. تبلنا لو تلاحظون التتبيلة خفيفة مو وايد، لأن أنا هم هني حاطة. الحين راح أضغطها عدل وألفها مرة ثانية، وأرد مرة ثانية. لو تلاحظون بكل الاتجاهات قاعدة أحط لها طحين وأضغط. تالي كذي، بسم الله، نفس الشيء. لازم ننفضها. الحين
لغاية ما يتحمر عندي فيليه السمك. فاصل ونواصل. رجعنا لكم عقب الفاصل. تحمر عندي السمك حلوي. طبعا انا نقلته بمقله ثانيه اساس احب ابي هالمقله تكون اصغر. اراويكم الصوص. اول خطوه راح احط الزبده، نشيك على السمك. ما شاء الله، شوفوا لون السمك من الوجهين شلون احمر. راح اجيب ماعون شوفوا شلون خراويكم شلون كريسبي. هذا المقصود فيه. شوفوا من النشا انه ما يشرب الزيت. هذا اللي انا ابيه. الحين ذابت الزبده، راح انزل البصل، راح اقلب البصل. ما نبي يتحمر، تشويحه بسيطه. راح انزل الثوم، بس ننطر شوي بس يذبل البصل. مجرد ما يذبل أنا دايماً عشان آخذ نكهة السمك آخذ من زيت السمك شوي أنكه فيه البصل. شي قفشة عودة واحدة. نبي يذوب شوي عشان راح أنزل وياه إشبنت. هذا الصوص وايد حلو. تقدرون بعد مو بس حق السمك، حتى إذا سويتوا فيليه الدياي بنفس الطريقة تقدرون تسوونه. ذبل عندي البصل، راح أنزل كفشة واحدة من الثوم. بس تطلع ريحة الثوم شوي وننزل الشبنت. هذا الطحين والنشا اللي كنا مستخدمينه اللي حطيت فيه السمك. ما راح نقطه، راح نستخدمه هني بالوصفة. مو كله، مجرد قفشة واحدة عشان يعطيني الصوص الثقيل. نشيك على الثوم. تمام. راح أنزل شوي من الشبنت. الخلطة رهيبة. شوي هم يذبل. تمام. الحين راح أحص كذي. هذه واحدة، هذه الثانية. قفشة واحدة عودة يعني يعتبر. ليمون
الليمون على حسب الرغبة. وعندي الماي، لذيذة هالصلصة، شوية صبقة من الزعفران، أبيها يكون هذا لونها. طبخة واحدة وننزل السمك. راح أنزل السمك على الصلصة، خلي شوية هني، وطبعا راح أطلع من تحت، راح نقلبها، أبيها تكون غرقانة بالصلصة. الحين خليتها 3 دقايق بس على النار، هذا شكلها النهائي. راح أزينها شوي شبنت فوقها. وهذه وصفتنا لليوم، وأتمنى الوصفة نالت على إعجابكم، وأشوفكم في وصفات قادمة بإذن الله.